خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبقت طرحت واحد السؤال: علاش الخالق اختار الألف واللام والهاء لتركيب اسم جلالة الله؟ علاش الله سبحانه وتعالى اختار الألف واللام والهاء لتركيب اسمه؟ ما هو السر في ذلك؟ من حقي أن أتدبر ومن حقي أن أتذكر، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله: إن يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعلني من الذين يعشقون الذكر في مثل هذه الأمور. من حقي، أنا ماشي دمدومة، أنا من حقي نعرف علاش الله سبحانه وتعالى اختار الألف واللام والهاء اللي تركيب اسمه. هو ما معطيش لأي واحد، ولكن أنا هذا الشيء كنوظفو في هذا، ولا كان هذا شعوذة الله يزيدنا منه. أجي دابا تسمع وتعرف علاش الله سبحانه وتعالى اختار الألف واللام والهاء اللي تركيب اسمه الله، اللي كيقولها الكبير والصغير. غادي نسولك بلغة الحروف شكون هو الله سبحانه وتعالى. غتقول لي فعلا، غتمشي وغادي تدخل لجوجل وغادي تقول لي الله او التعريف ديال الفقهاء ورجال الدين، غتقول لي الله هو الخالق، هو الواجد، هو المعبود الحق الذي لا مثيل ولا نظير ولا ند ولا كفء له، سبحانه عز جلاله وجل مقداره وجلت قدرته في كل وقت وحين. سبحان الذي لا يسهى ولا يسنى ولا ينام، له ملك كل شيء وهو على كل شيء قدير، الرحمن الرحيم. هذا متفقين. هذه التعريف ديال الحروف. انا كنمشي ابعد من ذلك. هاد الحروف انت اللي نطقتي، علاش الله سبحانه وتعالى عزل منها ثلاثه الحروف: الف واللام والهاء لتركيب اسمه؟ كنطرح السؤال: الالف الاول، والالف كي بلغه الارقام وبلغه الحروف كيتكتب واحد، الواحد بلغه الحروف هكذا يكتب، وبلغه الارقام كذلك هكذا يكتب واحد، لا جدل ولا جدال في ذلك. متفقين؟ هذه باينه. انا كنبغي نشرح لك باش تستافد من هذه الحلقه، هذه تستافد. ولا ما قديتيش تكملها كتعرفوا اقسم لك يمينا الا الشيطان لابسك، باش تعرف الله حق معرفته. فهذا التنزيل هذا غنعتمد على ثلاثة المعطيات. عادة في البرهان في الرياضيات أو في الأرقام كيعطيونا لي دوني، ثلاثة ديال المعطيات. أنا خديت كقاعدة ديال المعطيات، خديت مدلول مواضع الحروف ديال الاسم ديال الذات الإلهية، الألف واللام والهاء، وغادي نحسبها ونشوف السر فيها، وغادي نتذكرها فهل من مدكر، وغادي ندبرها وغادي نقراها. ماشي غادي نتلوها، غادي نقراها. القراءة بالسينما، بالتدبر، بالتفكر في الذات الإلهية. ماشي سهل. يعني شي واحد فاش يختار غير شي اسم ديال شي واحد من الاعيان ومن الجاه يختارو، كيخاف لا يمشي عندك، والاسم وخصو يكون حتى هو هذا وصينا عليه الله سبحانه وتعالى: واختاروا لاولادكم من حسن المسميات، يعني الطاقه الاسميه. انا بغيت ندبر في هذه الطاقه ديال اللي وجدت كل شيء، الله لا معبود الا سواه. لماذا؟ شنو السر في هذا الالف واللام والهاء؟ شنو هناك سر ضروري، انا ما تحفظهاليش هكا، انا خصني نعرف السر. وفاش كنعرف كنعطي المعرفه. هادو هما الناس د الله، هادو هما الناس اللي كيبحثوا في هذا الشيء. كنعزلهاش، كنخليهاش عندي، كنعطيك. لا اريد منك لا جزاء ولا شكورا الا الرحمه على الوالدين ديالنا وعلى كافه، وعلى الوالدين ديالك وعلى كافه المسلمين في النهاية ديال الفيديو. قلنا مدلول المواضع ديال الحروف في التنزيل الحكيم،
وكذلك مدلولوها بالحساب اللي كتعرف. المعطى الثاني هو حساب الجمل المتداول، واللي كيستعمل في الشعوذة وفي الجداول التي تغضب الله. وكذلك مدلول حساب الكلمات الثلاث، مدلول حساب الكلمات. بعض الجداول حتى لا أعمم، ولكن معظمها إلا من رحم ربي، إلا لمن خاف مقام ربه. هذا المقام هذا دابا اللي حنا غادي ندرسو، اللي كيخاف مقام ربه راه يخاف كيبعاد من داكشي، ما يقدش، والله ما يقد. موضع الالف اخي الكريم جا في 52656 مره، 52656 موضع، 52656 موضع. اول موضع هو اقرأ في التنزيل، واول موضع في فاتحة الكتاب هو الف الحمد، الف الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكذلك هو الالف هو الاول في جميع المسميات 99 والاسامي الحسنيات نتاع الله سبحانه وتعالى. يعني جا 52656 مره. قاعده رياضيه، كان نحط الرقم حدا خوه، اكس زائد اكس زائد ايكغيك. واخا تكون نبدا لك باكس زائد ايكغيك زائد اكس، خصك تجيب الاكس لحدا الاكس. راه كديرها بلا ما كتشعر، كديرها في الكوزينه وكديرها في الجيب، ال100 درهم بوحديتها وال200 درهم بوحديتها، كدير هذا التبصيل هذا خو هذا التبصيل هذا، وكتجمع هكا كديرها. ولكن ما هكا انا كنديرها هنا. اما في العادي غير فرشيطه وموش تكفيني، لحقاش الا عرفتي الله سبحانه وتعالى كتستحمل جميع الضربات الموجعه. اقسم لكم يمينا الا عرفتوا الله بهذه الطريقه غتنفع بعدك حاجه واحده، غادي يغلبك الله على الشياطين، وغادي يغلبك الله على اللي بغاو يردموك ويهرسوك، وغادي يغلبك الله على العديد. المهم غادي غتخرجك هاد الطاقه تدخل للذات نتاعك. هاد الطاقه بهاد الطريقه تدخل للذات نتاعك واخا تكون خايب، والله حتى تنفعك. يعني غادي نجمع بديك الطريقه اللي كنديرو ديال الاكس مع اكس. يعني عندنا جوج خمساوات وعندنا جوج ستاوات وعندنا زوج واحد، 55 66 جوج. هذه المصفوفه ديال الموضع ديال الف الله في القرآن الكريم في كلامه. جاء على لسان الله الالف 52656 مره. غندير الطريقه، قلت القاعده ديال الرياضيات، وغادي نحصل على 55 66 جوج. ال 55 هي 10 هي 1، 66 هي 12 زائد جوج هي 14. يعني غنحصل على مصفوفة رقمية 114. 114 ديال عدد صور أول حرف ديال كلام الله ديال القرآن الكريم هي كاينة في الألف. المجموع ديال 114 هي 6، هي 6 هي الزمن ديال الألف نتاع التوحيد، هي الزمن الرباني. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في 6 أيام، خلق 7 سماوات في 6 أيام، خلق كل شيء وفرق الأرزاق والأراضين وكل شيء، والأرزاق في داكشي اللي غتاكل، وفي داكشي اللي غادي ياكلوا الاخرين اللي مازال ما تخلقوش، وداك اللي غادي يمشي ويجيو. الله سبحانه وتعالى قدر. وهذا يعني 114 هي المدلول السادس. يعني الألف مدلوله في موضع اللي جعل لسان الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم موضع سادس. علاش؟ لأن الواحد والستة هي الزمان ديال الله، وهادو هما جوج الأرقام اللي كيحملوا المدلول الواحد في الوجود. كانت الواحد هو الواجد، هو الله سبحانه وتعالى، هو المدلول الألف. وكاين الستة، أينما وجد الواحد الحقيقي وجدت ستة العزة. لأن الواحد أوجد السبعوات في 6 أيام. والستة كذلك، هاد الستة ديال الألف ديال التوحيد هو الرقم المعجزة في عالم الأرقام، هو الرقم اللي خلق رقم أكبر منه غير في العد، ماشي في الطاقة، ماشي في العزة. الطاقة نتاع الستة أكثر من الطاقة ديال طاقة الستة، طاقة عزة، طاقة نصر،
طاقة قوية. شنو وجدات، شكون اللي كيملكها؟ كيملكها ألف التوحيد. هذا غير الألف نتاع التوحيد كيملك المدلول السادس، وهذا منطقي. الواحد الأحد الذي يملك الستة ديال الزمان نتاع الربوبية ونتاع الألوهية. عقل معايا، المدلول ديال الواحد هو ستة. اللام جاء في القرآن على لسان الله في القرآن الكريم 38,102. يعني بنفس الطريقة سأبحث عن 8 زائد 3 11، هي ولات حدا الواحد وكتبقى لي جوج. يعني سلسلة الآحاد ديال 3 وحدها جوج. يعني نجمع الآحاد إكس إكس بحال الآحاد نفس اللي كيجيبوها، نحصل على 3 وكاينه جوج. شنو هي هاد 3 والجوج؟ هادي 23 ديال الوحي ديال 114 الصورة ديال نتاع ألف ديال التوحيد، 23 نتاع الوحي. يعني المدلول الخامس هذا في اللام. المدلول الخامس شنو هو؟ العقيدة والأركان ومجموع الصبغيات نتاع المتدين ونتاع المخلوق، ومجموع كل الخمسوات نتاع الحواس ونتاع الأركان ونتاع العقيدة ونتاع الصبغيات ونتاع مدلول أزواج الصبغيات، وكذلك مدلول مفاتيح نتاع الغيب نتاع الواحد الله. مفاتيح الغيب 5، مجموع 5 كذلك مدلول كما قلت أركان وحواس المخلوق واللام مكررة في اسم الله مرتين. يعني غادي نضيف 5 أخرى. 5 زائد 5 هي 10، هي الواحد ديال الألف الذي يملك في مدلول موضعه 6، وهو مدلول زمانه ومدلول قرآنه ومدلول أول حرف من قرآنه. إلى زدناه على الواحد شنو كتعطيك؟ 7. هو الحافظ، وهذه اللي توجدات هي كتبان لينا. الألف زائد جوج لامات هما 7 ديال الموجودات. متفقين؟ يعني عقل معايا دابا، مدلول الألف هي 1 ومدلول اللامات هي 1، 11. مدلول الألف في المواضع، الألف في حسابه هي 1 ومدلوله في المواضع هي 6، وهنا الواحد ديال جوج اللامين 5 هي 1. يعني المجموع ديال 6 زائد 1 هي 7، يعني الحافظ وهي 7 الموجودات. سبحان الواحد الذي خلق 7 في 6. هي كتبان لي دابا غير في الألف وحساب اللامين. أخي الكريم، أختي الكريمة، هناك مد خفي يمده مكنونك، يمده نفسك، تمده روحك بلا ما كتشعر الله. كذلك حتى في الكتابات في القرآن الكريم بعض المطابع كيديروا المد واحد الخطيط أفقي ما بعد اللام الثانية في الله وفي الإله. كنحسبوه، خصو يتحسب، كنحسبوه لأن هذاك هو المد الخفي، المد الحقيقي. لأن كاين اللي كيخرج الله من قلبي، وكاين اللي كيخرجها غير من كتبغيش تخرج له بالسيف، والعياذ بالله منه. يعني غادي نزيد الالف ديال المد الخفي اللي كيبدا الله 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 اكبر الله، ضروري ان يخرج داك المد الثاني كيتحسب. يعني فالمد هو حسابه الف، يعني نحسب له راه فيتحاسبوا 6. يعني دابا عندي 1، عندي 6 ديال الالف ديال الاولى، وعندي الواحد ديال اللامين، وعندي دابا 6 ديال الالف. عقل معايا، 6 1 6. الهاء 14850 مرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم. 14850 مرة. 1 زائد 4 ما كاين هنا حتى شي رقم كيشبه الرقم، دونك غادي نبدا 1 زائد 4 5. ها هي بانت الخمسة، نجيب حداها الخمسة وكتبقى لي 8. يعني كنحصل ها انت 14850 مرة. بالقاعده كذلك اللي كنديروا في كل شيء، نجمع ما كاين هنا حتى شي واحد ما كيشبه الاخر. يعني ها هي كتبان لي دابا 14
في الهاء في آخر اسم الله سبحانه وتعالى. شوف 114 سورة ديال المدلول ديال الألف، 23 الوحي ديال المدلول ديال اللام، والهاء باديه ب 14 ل 1850. 14 باش كتوحي لك ب 14 الكوميره، باش كتوحي لك في هذا الموضوع هذا. الاسقاط غادي يكون في هذا الموضوع، يعني هي 14 الاحرف النورانيه التي اختار الله معيه الالف باش تكتب وتنزل ديك 29 سوره مدلول ال 11 اللي باديه بالحروف النورانيه، اللي حروف نورانيه، حروف ربانيه، الف لام ميم راء هاء كاف هاء ياء عين صاد الى اخر كل الحروف 14. يعني هاد الحروف 14 هي بين لينا، هي باش بدا الله سبحانه وتعالى القران. واولى حرف اول ديالها هي الالف واللام ديال الله سبحانه وتعالى في الحمد وفي ألف لام ميم، فاتحة الكتاب وفاتحة السبع الطوال، وأول حرف خلاص هو الألف في تنزيل الحكيم وفي القرآن. يعني غنحصل قلت لك على 55 8. يعني شنو هي هاد ال 55 8؟ نجمع الجوج اللي بحال 5 زائد 5 10 هي 1، والثمانية سبحان الواحد الذي تحمله الثمانية هو الله. في الهاء تختمات الحمل ديالو هو حمل ثماني. 8 زائد هاد الواحد والثمانية 18. الواحد الذي تحمله الثمانية المجموع هو التسعة، هو الخالق. خالق تسعة البطون، خالق تسعة كل تسعة ديال الأحشاء الأساسية اللي عندك في البطن، والتسعة ديال البطن ديال الأم 99، وسميتو والتسعات نتاع الاملاح المعدنيه والغازات الرئيسيه، وكلهم تسعات الا تسعه واحده والعياذ بالله منها في هذا التنزيل المحكم الحكيم. هي 9 رهطين. الله يبعدهم علينا وعليكم، ويغلبنا الله علينا ويغلبنا الله عليهم. الله يغلبنا عليهم. يعني 18 هي 1 زائد 8 هي 9. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نكتب الله الالف واللام والهاء، والالف نتاع المد نشير لها. غادي نعوض كل حرف بمدلوله، كل حرف غنعوض له بمدلوله الموضعي اللي جعل لسان الله سبحانه وتعالى. الالف قلنا 6، واللام الأولى 5، واللام الثانية 5، والمد نتاع الروح المد الخفي كذلك 6، والهاء موضعها مدلول موضوعها هو 9 في القرآن الكريم. يعني شنو غنحصل؟ كنحصل على 96,556. 9 6 5 5 6 6 الزمان، والتسعة الخلق، وال55 10 حسابه جزاؤه، والمجموع هو الواحد. وفاش غتجمع هذا الحساب هذا كما قلت القاعده الرياضيه هنا غادي نديرها كذلك، غنخلي 9 بلاصتها، ونجيب 5 مع 5، ونجيب 6 مع 6. شنو غتعطيني؟ ولا غادي دير الحساب على من كنقلبوا حنا على الواحد اللي بالرقم، غنقلب على السلسله ديال التوحيد. السر في ذلك هي البحث عن سلسله التوحيد باش ما يجرنيش شي حساب اخر. يعني شنو خصني ندير هنا في الختم وفي السلسله نتاع التوحيد؟ 6 زائد 5 الزمان والحواس والايمان هي 11، والخمسة والستة هي 11 11 11، وكتبقى لي 9. الواحد الأوحد الفرد الصمد الخالق. ديك 9 غادي تدخل مع واحد من الآحاد اللي حداها 9 زائد 10. عندي 4 ديال الآحاد، وعندي 9 زائد 1 هي 10 هي 1، يعني كتولي 4 ديال الآحاد 11 11. الواحد الأحد الفرد الوتر الصمد إلى جميع المسميات. يعني المدلول ديال الله في مواضع القرآن هو 11 11. سبحان الله، 11 11.
حساب الجمل هادو كتعرفوه نتوما وسهله ديروها نتوما. الحساب هو ديال الالف هو واحد، واللام حسابه 30، واللام الثانيه 30. والمد خصك تزيدو ديال المد ديال الروح ديال الله ديال واحد. وحساب الهاء هي 5. يعني شنو غادي نجمع 30 مع 30، والحساب ديال الالفات مع الحساب ديال الالفات يعني شنو غنحصل؟ غنحصل على 11 65. 11 65 جمع مع 30 مع 30 هي 60، والواحد مع الواحد هي 6، و60 مع الخمسة هي 65. 11 65 شنو كتعني 11 65؟ هي 11 11. الواحد الأحد الفرد الصمد، مطابق للحساب الموضعي ديال مواضيع ديال كلام الله سبحانه وتعالى. 11 11 نفس الحساب. يعني بالتالي فاش كنجمع المدلول السلسله الاحاديه مكونه من الربعه نتاع الاحاد توحيديه وزائد السلسله الاحاديه الربعه، شنو كنحصل على سلسله ديال 8 ديال الاحاد. سلسله نتاع 8 ديال الاحاد. سبحان الواحد الذي تحمله الثمانيه في الجمل وفي المواضع. وكذلك هذا المدلول الثماني نتاع الحمل ونتاع في الموضع وفي الجمل هو كذلك هو المدلول نتاع عدد ذكر الله في القرآن الكريم. الله ذكر في القرآن الكريم 2699 مرة. 2699 مرة. غنجمعوا الجوج اللي بحال 9 و 18 9 6 زائد جوج 8 9 زائد 8 هي 17. 1 زائد 7 هو الواحد الحافظ. 1 زائد 7 8 هو نفس المدلول نتاع عدد ذكر حروف الله على لسانه وكذلك وجمله، وكذلك هو نفس المدلول الثماني ديال ذكره ديال المجموع 2699 مرة. هنا غادي نمشي أبعد من ذلك وغنشوف حساب الكلمات. غنعزل الألف بوحديته واللام بوحديتها والهاء بوحديتها. وحينما كيتعزل الحروف بوحديتها الحرف يصبح كلمة خارج المسمى نتاعو. الحرف يصبح كلمة، لذلك يكتب ألف. الألف مركب من الألف واللام والفاء. حسبوها. الألف هي 1 بحساب الجمل، واللام هي 30، والفاء هي 80. 80 و 30 هي 110، والواحد هي 111. ألف بالكتابة نتاعها كتحتفظ على التوحيد، على السلسلة التوحيدية نتاع ألف التوحيد ديال الله سبحانه وتعالى، ديال أول كلمة في اسم الله، وأول كلمة في القرآن، وأول حرف في أول كلمة في 114 سورة في كلام الله. شوف الألف 111 توحيد. اللام باش إلا كان عندك الألف في الاسم نتاعك رد بالك إلا كان عندك الالف في الاسم نتاعك ولا كان عندك مدلول واحد في الميلاد نتاعك رد بالك. لام تكتب هي حرف كلمتها لام. اللام والالف والميم حساب ديالها هي 31، وال40 ديال الميم هي 71. مجموع 8. 111 الواحد ديال الالف حملوه شنو هو لاموه هو 8 مدلولها 8 بحساب. والهاء الهاء بحساب الجمل تكتب ها هي الهاء 5، والالف 1 هي 6، والهمز لا يحسب في بركة الله. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال في القرآن حينما ذكر زكريا كيف دعا ربه، زكريا بلا همز، ودخل زكريا ما فيهاش الهمزة، يعني لها حسابها 6. يعني زمانه 3. هذا هو السر ديال 3 الحروف، الألف واللام والهاء. الألف حسابها 111 توحيد عظيم. اللام 71، الواحد الحافظ ب7 ديال الحفظ نتاعو هي 8، هي الحمل ديال التوحيد العظيم ديال 111. والها هي 6، هي مجموع الهاء ومدلول الواحد هي 6 هي 5.
5 الهاء والواحد الألف هي 6، يعني حصلنا على 3 8 6، يعني 3 و8 11 هي 11 6. شو سبحان الله العظيم، 11 6. 11 6 هو الإرشاد الرباني، إرشاد نتاع الطريق المستقيم، الإرشاد نتاع لسان الله 116. حتى هاد 116 راه عندك، كتعيط لها لوطيل، كتقدم لك المساعدة، كتقدم لك كل شيء، كتوريك كل شيء. 116 فاش كتعيط لها كيعطيوك الأطباء، كيعطيوك اللي بغيتي. 116 فانتبه لهاد 116 نتاع الله، راه فيها حتى هي كل شيء، فيها كل شيء. على الأقل تسلكك من البطش نتاع اللي ما كيخافوش هاد الواحد والأحد، والله حتى تسلكك منهم. والله الواحد والأحد يعني 11 6 يعني 8، 1 زائد 1 تساوي 2 زائد 6 هي 8. كذلك مطابق لمجموع الربعة ديال الأحد ديال الموضع والربعة ديال الأحد نتاع الجمل 8، ومطابق كذلك 2699 ديال عدد ذكر الله سبحانه وتعالى. كيقولوا بأن دابا غادي نجمعوا المداليل الثلاث، مداليل الموضع ومدلول الجمل ومدلول كلمات الحروف، يعني 4 4 8، 4 و4 8 و88 16. 16 هاد 16 نتاعاش ها هي الواحد، ها هي من 116 الخارج ديال 116، ها هي الواحد وبقات 16. دوك 16 نتاعاش هو السر في 16. السر في هاد الحروف هادو هو 16، لأن 16 هو مدلول O2، مدلول جوج تمنياوات، مدلول الأكسجين، الحروف الهوائية. هذا هو السر باش كيسميوها الحروف الهوائية بهذا الحساب. حنا غير زكينا علاش كيسميوها الحروف الهوائية. ها انت عرفتي علاش كتسمى الحروف الهوائية؟ لأن مدلولها في الموضع وفي الجمل وفي الكلمات تحمل مدلول ذرتي الأكسجين. ذرة كلام الله هو الذرة نتاع الماء، ذرتي الماء الحي الذي لا يموت. 88 هي 16 هي الأو2، هي الحروف الهواء هو، وكذلك الحروف نتاع الحياة. اسم الله فيه الحياة، فيه الحياة. كتقول الله كتنفس كترتاح. الأكسجين يعني بدات كتر من كلمة الله واستغفر الله، لأن الله في حد ذاتها هي أكسجين. الحروف الثلاث أكسجين لأنها الثلاثة حروف هوائية. ومن رحمته جعلها هوائية اللي يمكن ينطقها الإنسان وهو في آخر نفس من الاحتضار. كيحتضر الإنسان كيموت وهي تكون آخر نفس نتاعو عند الاحتضار، ينطقها كتخرج. ها كذلك الناس غادي تلقاو هذه اللي دايرين الحروف، هذا الإعجاز هذا الرقمي المرقوم الرباني المحكم هو اللي خلى أهل الحروف وعلم الحروف والناس اللي كيبدعوا في التركيب نتاع الحروف أنهم يقولوا بأن إلى تحيد الألف من كلام الله المعنى لا يتغير لله، راه برقمه. أن راه كاين اللام 30 واللام 30 ولا 65 هي ال11 توحيد. نحيد اللام الثانية تبقى له، ما كيتغيرش المعنى. لله ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، الله مالك كل شيء، ما كيتبدلش. نحيد حتى اللام الثانية هو، الله هو. ودائما حاولوا فاش نطقها الله لا إله إلا الله تكون بالضم، لأن لها 5 وفوق منها الضمة، والضمة شنو هي واو صغير وواو 6 والخمسة هي 11، لها 5 وضمتها 6 هي 11. توحيد عظيم في آخر حرف من كلام الله. هذا هو السر. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.